يلا بينا نعمل جاتوه الخلاط بكل سهولة. مفيهوش اي حاجة صعبة ومكونات موجودة في البيت، مش هنشتري اي حاجة من بره ان شاء الله. بصوا بقى الجمال، هقولكوا سر ان الكيك يطلع معاكوا معالي كده ويطلع معاكوا احلى من الجاهز كمان، بخطوة سهلة جدا وبسيطة. هو مكون سحري بالنسبة لي، هنقول عليه في الفيديو وهنقول كل اسرار الجاتوه وازاي يطلع معاكي ناجح واحلى من الجاهز. انا زينته بفراولة واوريو باللي موجودة عندي. هحتاج سكر وزيت وبيض وخل وبيكنج باودر او كيك شيف وكاكاو خام وكريم شانتيه وفانيليا ولبن دافي. اول حاجة خالص كل المقادير هنستخدمها في الخلاط، يعني مش هنوسخ مواعين كتير، هي بس الكوباية اللي بعاير بيها والخلاط. هحط اول حاجة كوباية سكر، يكون سكر كده نوع كويس. هحط كوباية سكر في الخلاط وهحط عليه بعد ما اطحنه كويس قوي بقى هحط نص كوباية من الكاكاو الخام، وبعد كده كوباية من اللبن الدافي. شرط اساسي ان اللبن يكون دافي علشان يدينا اللون الكاكاو الغامق ده اللي ظهر معانا كده في الخلاط. وكوباية الا ربع من الزيت، يفضل يكون زيت نوع كويس برضو، عباد او ذرة، علشان الصوص ما يبوظش منك. وكيس فانيليا. وهنضرب بقى الكلام ده كله في الخلاط. كانت خطوة مهمة جدا ان احنا نضرب كوباية السكر لوحدها الاول علشان تتضرب كويس وتطحن كويس وما يبقاش الكيك معاكي كده السكر باين فيه. هضرب بقى كل المكونات دي كده كويس قوي في الخلاط. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي، لون الصوص بقى غامق وجميل قوي. هنزل بكوباية من الصوص كده، ده كده هيبقى التزيين بتاعي. ده كده وش الجاتوه بتاعي هشيله في التلاجة، وهكمل في الخلاط على باقي الصوص اللي في الخلاط. هنشيل ده كده في التلاجة. هنجيب بقى كده الخلاط بالمكونات اللي فيه، هنحط كيس من الكيك شيف او بيكنج باودر، وهحط معلقة كبيرة خل. ده بقى السر بتاعنا، المكون السحري بالنسبة لي اللي بيطلع الكيك معايا هايش كده وعالي. ان انت تحطي معلقة خل على كيس البيكنج باودر بيعمل كده فوران، الفوران ده بيخلي الكيك معاكي فظيع ومظبوط بالملي. حطيت بيضتين وحطيت كيس فانيليا وحطيت كيس كوباية كبيرة من الدقيق، كوباية هرمية. وضربت كل الكلام ده في الخلاط ورحت صبة الخلاط كده في صينية. تعمدت ان الصينية تكون صغيرة عشان تبقى عالية معايا، مش صغيرة قوي يعني، بس على قد كوباية الدقيق. ما اجيبش صينية كبيرة قد كده واقول هعمل جاتوه وتطلع هابطة مني. لا، لازم الصينية تكون وسط علشان احنا مستخدمين كوباية دقيق بس، او صينية مناسبة يعني. حطيتها بقى في فرن سخن على 180، قعدت نص ساعة بالظبط وخرجت. هعمل بقى الكريم شانتيه. حطيت الكريم شانتيه كده في البولة، وهحط عليه نص كوباية من اللبن الساقع، او نص كوباية من المية الساقعة برضو. ممكن تحطي لبن ممكن تحطي مية، انا حطيت لبن. وهضرب بقى بالمضرب واشوف هحتاج لبن تاني ولا لا، بس هو نص كوباية لبن. طبعا الكريم شانتيه ده انا جايباه كده بالشوكولاتة ب10 جنيه الكيس، بدل ما نجيب بقى كريم شانتيه فانيليا او فاتح ونحتاج ان احنا نحط عليه كاكاو وما نعرفش نظبط المقادير وكده واللخبطه دي. فانا لقيت الكيس ده كده قلت ده سهل قوي، ورحت جايباه وعاملاه بالطريقه دي بالمضرب. كيس الكريم شانتيه خد نص كوبايه لبن، وهضربهم بالمضرب كويس قوي بقى لحد ما يتقل كده، وهشيله في الفريزر. يعني ما كملتش دقيقتين وطلعته تاني، لو هتطولي عليه حطيه في التلاجة. الكيك بقى بتاعي برد، ورحت جايباه كده على طبق وقسمته نصين، وهحشيه من النص بالكريم شانتيه، وعلى الوش بالصوص اللي احنا شلناه من الكيك نفسه في اول الفيديو. بصوا الكلام سهل جدا، مفيهوش اي حاجه صعبه. طبعا التزويق بتاعي مش اعلى حاجه، لان الكيس بتاعي كيس التزويق بتاعي باظ، فزوقتها كده بقى تزويق بدائي كده، بس برضو جامدة وعجبت الولاد جدا. ممكن تزيني بأي حاجة. بصوا كده هنفرد كده الصوص بقى بتاعنا اللي احنا كنا شايلينه، بصوا تقل ازاي. هنفرده كده على وش الكيك
بالشكل ده. وناخد كمان الجناب معانا علشان ما يبقاش فيها حاجة كده طالعة من الجنب. وزوقتها بقى بالكريم شانتيه كده اللي باقة. طبعا الكيس فيه قليل جدا، وحطيت اوريو وحطيت فراولة، اي حاجة متاحة عندك حطيها. ممكن تسلقي تفاح او كانتالوب وتحطي برضو على الوش، او جوزة الهند او زبيب، اي حاجة ممكن نزوق بيها. ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعة.